فركش لمية الطين، فركش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهى تصوير مسلسل بيت الطين الجزء السادس، ومن المقرر أن يعرض المسلسل في شهر رمضان على قناة عراق الحدث. الجزء السادس يحمل مفاجآت للجمهور وإضافة شخصيات كوميدية جديدة. أحد المفاجآت راح تكون بالمسلسل هي عودة بيت الغيوي وعائلة الشيخ عجر. انتظرونا في شهر رمضان مع مسلسل بيت الطين الجزء السادس. هسه خلوكم ويانا وخلينا نشاهد مقطع الكواليس بيت الطين وتقرير مفصل عن المسلسل. فركش لمية الطين، فركش. مبارك للجميع، مبارك للجميع الأبطال. انتهاء تصوير مسلسل بيت الطين الجزء السادس وجاهزيته للعرض في رمضان المبارك. أعلنت قناة العراق الحدث الفضائية رسمياً عن انتهاء جميع أعمال تصوير مسلسل بيت الطين الجزء السادس، ليصبح العمل جاهزاً للعرض خلال شهر رمضان المبارك المقبل، وسط ترقب واسع من جمهور الدراما العراقية، خصوصاً محبي هذا العمل الشعبي الذي حقق نجاحات كبيرة في أجزائه السابقة. ويعد بيت الطين واحداً من أبرز الأعمال الدرامية العراقية في السنوات الأخيرة، لما يحمله من طابع اجتماعي تراثي يعكس تفاصيل الحياة الريفية والبغدادية القديمة، مسلطاً الضوء على القيم الإنسانية والعلاقات الأسرية والصراعات اليومية بأسلوب بسيط وقريب من الواقع. مفاجآت درامية بانتظار المشاهدين. الجزء السادس يحمل في طياته مفاجآت عديدة، سواء على مستوى تطور الأحداث أو دخول شخصيات جديدة ستضيف بعداً مختلفاً للقصة، إلى جانب تصاعد الصراعات الدرامية التي اعتاد الجمهور متابعتها منذ الأجزاء السابقة، ما يجعل هذا الموسم من أكثر المواسم تشويقاً. وأكدت الجهة المنتجة أن هذا الجزء سيشهد نقلة نوعية من حيث الحبكة والإخراج، مع اهتمام أكبر بالتفاصيل البصرية والأداء التمثيلي، ليظهر العمل بصورة تليق بالجمهور العراقي والعربي. إنتاج عراقي خالص بأسماء معروفة. المسلسل من إنتاج قناة العراق الحدث الفضائية بإشراف المنتج والمخرج علي جواد الزبيدي، فيما تولى مهمة التأليف والإخراج المبدع عمران التميمي، الذي يعد من الأسماء البارزة في الدراما العراقية، وله بصمة واضحة في نجاح الأجزاء السابقة من العمل. ويعتمد بيت الطين على نخبة من نجوم الدراما العراقية الذين استطاعوا تجسيد الشخصيات الشعبية بصدق، مما خلق حالة ارتباط قوية بين العمل والجمهور. موعد العرض: من المقرر أن يعرض مسلسل بيت الطين الجزء السادس حصرياً على شاشة العراق الحدث خلال شهر رمضان المبارك، ليكون ضمن أبرز الأعمال الدرامية الرمضانية لهذا العام، وسط توقعات بتحقيق نسب مشاهدة عالية.